طب يا برو، عامل ايه؟ معاك عبد الله ان شاء الله. النهارده جايب لك كيك بورد، تمام. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو كده، انا النهارده جايب لك مفاجأة عظمة يعني، تمام. دلوقتي انا لسه عامل قناة تليجرام جديدة، تمام. يعني اهوت عبد الله مودز لسه عاملها النهارده حالا، ما فيهاش ولا واحد، تمام. القناة دي ان شاء الله انا هسيب لينكها في الوصف، تمام. اي حد رقمه محظور يدخل فيها بس، وانا اسيب يعني ايه، اسيب مسج هناك وانتوا تحطوا في الكومنتات الرقم المحظور، تمام. اي رقم محظور انت حطه هناك وما تخافش، وان شاء الله رقمك هيتفك، تمام. كل اللي عليك انك تحط رقمك بس، مش اكتر، وان شاء الله انا هفكهولك، ملكاش دعوه باي حاجه، تمام. انت فاهمني يعني. بس انتوا خشوا بس، تمام. وان شاء الله اي حد رقمه محظور هيتفك من الاخر كده، يعني هديه جامده اهيت بمناسبه ان دخل 1500. اي حد رقمه محظور يحط. وبرضه يعني مثلا قبل انا انزل فيديوهات هناك، وهنزل لينكات مباشره هناك، تمام. وهنزل اكواد حظر واكواد فك، يعني كل حاجه ان شاء الله هنزلها على القناه دي، تمام. تمام. بعد كده بقى نخش على الفيديو النهارده، وهو كيبورد رافائيل البوليس، تمام. الكيبورد مش بتاعي طبعا، تمام، بتاع رافائيل البوليس. انت اول ما تفتح الكيبورد معاك هتدوس على تفعيل، تمام. اما تدوس تفعيل ودخلك على ديت، وانت هتفعلها اخر واحده، هي هتفعل الكيبورد وتدوس اكتف، تمام. وهتيجي هنا على حجم وشكل ورافائيل بوليس ده، تمام. ديت انت هتدوس عليها كده، وهتختار الشكل رقم واحد، تمام. بعد ما تختار الشكل رقم واحد هتخش كده وتختار الكيبورد، بس سيبها دلوقتي، تمام. هتنزل برضو البرنامج ده، هسيب لك لينك في الوصف تحت لينك الكيبورد على طول، تمام. يعني انا هسيب لك لينك ده تحت لينك الكيبورد، تمام. اول ما تخش على البرنامج ده كده، تمام، هتدوس على تاني واحدة اللي هي دي، تمام. اول ما تدوس عليها يظهر لك الحاجات اللي في الجنب دي. طبعا بعد كده هنطلع ومكناش عاوزين ده، وهنخش على نسخة الواتس مثلا او الرقم اللي احنا عاوزين نحفل عليه، تمام. بعد ما نخش على الرقم اللي عاوزين نحفل عليه هننزل ده كده، تمام. تمام. اول ما تظهر لك كده انت هتدوس على الموجب ديت، هتدوس عليها 3 مرات، تمام. انت دلوقتي كده يظهر لك 3. عشان بقى اعلمك الاساسيات انك ازاي ما تتقفش وانت بتحفل، ولا حد يعرف انك بتحفل بكيك بورد ولا الكلام ده كله ولا شغل الحوارات ده. انا فاهمك ببساطه، عشان ما يعني مثلا يعرف انك بتكتب بايدك بس سريع برضو، انت فاهم. هتدوس يعني مثلا الواحد ديت، هتقوم جاي دايس عليها، هيجيلك هنا 100 مللي ثانيه، دي عدد الحاجات اللي تعمل انت مثلا تعملها 450، تمام. تعمل بقى كله 450 برضو على رقم 2، تعمل 450 على رقم 3، 450. انا بفهمك كل حاجه اهوت، لازم تسمع الفيديو عشان تعرف تشغله حلو، محدش يقفشك وانت بتحفل، انت فاهمني. تمام. بعد كده بقى هنروح نختار الكيب بتاعنا، تمام. رافائيل بوليس، تمام. الكيب اول ما تجيبه وتحطه على الشكل او الشكل الحجم بتاع ده اللي هو كاتبه، مش عارف كاتب ايه اصلا، تمام. رقم واحد كده. بعد ما تختار الشكل رقم واحد، رقم واحد هتجيبها هنا، تمام. رقم واحد هتجيبها على الكلمة هنا. رقم 2 هتجيبها على اللي بيغير، طبعا عندك اهوت 5249 جملة، يعني حاجة عظمة من الآخر، تمام. رقم 3 بقى هتجيبها على اللي هو زرار اللي بتاع السند اللي هنا، تمام. وكل اللي عليك انك هتدوس على العلامة دي اللي فوق دي، تمام. هتلاقيه بص اهو، وهو كده مش هياخد باله ان انت مفعل كيبورد، انت فاهمني. يعني هو كده مش هياخد باله، هشوف يعني بطيء. اللي انت يعني مثلا انت ممكن ايدك لو واحد سريع يعرف انك شغال كده، تمام. شوف اهو، تمام، اهو كله 450، تمام. انت فاهم اهو كده. عمر ما في حد هيعرف مثلا انك بتحفل بكيك بورد ولا اي حاجه. انت كل اللي عليك هتعمل نفس الخطوات اللي انا عاملها لك في بدايه الفيديو، تمام. وانت المفروض كمان يعني ايه تقلله اكتر من كده، انت فاهمني. يعني هو انك تقلله اكتر من كده عشان برضو ما تمسكش برضو الوقت كده، يعني بين الواحده والواحده 3 ثواني 4 ثواني برضو مش كتير، انت فاهم. لازم تخليها مثلا 6 ثواني 7 ثواني بين الجمله والجمله، انت فاهم. انت مثلا تعملها 700 ملي، تمام، 700 ملي سكند اللي هي 700 ملي ثانيه، عشان هو ما يعرفش انك بتحفل ازاي ولا بتعمل ايه ولا معاك كيك بورد ولا كل الكلام الخربان ده، انت فاهمني. هو زي ما انت شايف هو قاعد يحفل لوحده اهوت، تمام. مش موجود اصلا، يعني انت مسخره اقسم بالله. هو في كلمات، ودلوقتي كمان لما انت تيجي تفعله هتلاقي في ضحكه، يعني هو جايب لك كل حاجه اكنك بتحفل بكيب عادي، انت فاهمني. يعني ما فيهوش اي حاجه غير الكيب العادي، او زي ما انت شايف قدامك اهوت ضحكه. انت عايش برضو ضحكه اكنك بتحفل بكيبورد عادي، وكده هو ان شاء الله مش هيشك في اي حاجه، هيشك في اي حاجه، تمام.
تمام. بعد كده لما تعوز تخلص هتقوم جاي طافي ديت ودايس على اخر واحده ودايس على علامه الغلط وكده هيروح. تمام، وهتبدل على الكيبورد التاني. تمام. وزي قلت لك في بدايه الفيديو، لازم انت تخش في قناه التليجرام. لو عندك رقم محظور ولا اي حاجه خش بس في قناه التليجرام او هتلاقي المعرف بتاعي، خش عليه وكلمني وانا هفكلك الرقم باذن الله. تمام. بس اهم حاجه انك تخش على قناه التليجرام. بس كده هيكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. نازل الكيبورد وعجبك جامد. مع السلامه.